أحد المقربين من الشيخ محمد بن حزام سابقا يقول: رأيت الشيخ ابن حزام يسوق سيارة الدعوة ويمشي بها في أرض فوق أرض، أي جدار فوق جدار، وأنا خفت ونزلت. قلت له: يا شيخ، أنا ما أستطيع الركوب معك، ربما ستنقلب السيارة. وكان الشيخ يسوق ويلتفت إلي ويضحك، وأنا أنظر إليه من بعيد حتى تجاوز الصعود من الأماكن الصعبة، حتى استقر بالسيارة في طريق مستوية والبيوت عن يمينه وشماله. فما تعبيرها جزاكم الله خيرا؟ تعبير المعبر أبي صفوان مصطفى الصفواني: قلت والله أعلم أن الرأي مع الشيخ يفترقان، ويستمر الشيخ في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا الشيخ قد يلاقي عقبات وصعوبات وابتلاءات في حياته، ومع ذلك يستمر في دعوته ويصل إلى بر الأمان. الشرح: أن صاحب الرؤيا ربما كان هو والشيخ في مكان واحد، ثم بعد ذلك عندما تراجع ذلك الشيخ تركه الرأي، وسيارة الدعوة هي مسيرة حياته الدعوية، والطريق غير المستوية هي الصعوبات والعقبات والابتلاءات التي حصلت له، ووصوله إلى الطريق المستوية وصوله إلى الأمن والاستقرار بالدعوة. وكون الرأي يقول سوف تنقلب والشيخ ينظر إليه ويضحك، فهو واثق، وثقته بالله عز وجل، وواثق من أنه على الطريق الصحيح. وأظن أن هذه الرؤيا قد وقعت منها أحداث كثيرة، والله أعلم.